السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني يا حبيبي، النهاردة هنعمل مع بعض قرنبيط. يلا نخلي القرنبيط بانيه. القرنبيط رخيص جدا في السوق، وفرصة بقى ان احنا نعمله. معانا بقسماط، ده بقسماط جاهز، لو من عند العطار حط له توابل. وعندي بيض عملته بس بشوية لبن عشان يعمل معايا. نعمل ايه بقى؟ نحط البقسماط، نحط اسمه ايه دوت القرنبيط في البيت. بعد كده نحطه في البقسماط اهو. بصوا، مش احسن مش اكتر من كده. بصوا أهو. كده خلصت البانيه اللي هو القرنبيط البانيه زي ما انتوا شايفين. احطه بقى احط عليه كيسه كده واحطه في التلاجة شويه صغيرين، نص ساعه ربع ساعه. نحمر البطاطس بعد كده نحمر البانيه. مفيش اسهل من كده. يلا بينا. وطبعا البانيه معاه بطاطس مقليه. وادينا اهو بقلي القرنبيط البانيه بعد البطاطس. جربوا بقى البانيه ده، القرنبيط البانيه هيعجبكم جدا. وخلصت القرنبيط البانيه زي ما انتوا شايفينه. بصوا بصوا، مقرمش من بره. بصوا جميل ازاي. اوعوا تنسوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتجربوا القرنبيط البانيه. مفيش احلى من كده. ممكن تعملوا حار، ممكن تعملوا عادي براحتكم. احلى بانيه ده ولا ايه؟ يلا سلام عليكم.